تطور مثير وصادم هز الأوساط الرياضية الفرنسية والعالمية. فجرت صحيفة لوباريزيون اليوم الجمعة قنبلة إعلامية من العيار الثقيل بعدما كشفت أن النيابة العامة في نانتير قررت رسميا إحالة النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان إلى المحكمة الجنائية في مقاطعة أودوسين لمتابعته في قضية اغتصاب تعود فصولها إلى فبراير 2023. القضية التي أثارت الجدل منذ ظهورها الأول تعود إلى شابة فرنسية اتهمت حكيمي بالاعتداء الجنسي عليها داخل منزله في إحدى ضواحي باريس. ورغم الصمت الإعلامي الذي أحاط بالملف خلال الأشهر الماضية، إلا أن النيابة العامة عادت لتسلط الضوء على التفاصيل المثيرة في مذكرة اتهام نهائية وقعتها رسمياً، تؤكد من خلالها وجود معطيات كافية لتقديم اللاعب أمام العدالة. النيابة لم تكتفي بالتلميح أو تقدير، بل اعتبرت أن الوقائع المثبتة في الملف تشكل أرضية صلبة لمباشرة المحاكمة، ما ينذر بمستقبل قضائي قاتم قد يواجهه النجم المغربي، والذي لطالما اعتبر من أبرز نجوم كرة القدم العربية والعالمية. وإذا ما ثبتت إدانته، فإن العقوبة قد تكون قاسية، حيث تصل إلى 15 سنة سجنا نافذا وفقا لما ينص عليه القانون الفرنسي في مثل هذه الحالات. الخبر نزل كالصاعقة على جمهور حكيمي الذي طالما تابع مسيرته الكروية بشغف من ملاعب مدريد ودورتموند إلى ساحات المجد مع باريس سان جيرمان، ومرورا بملاحمه البطولية مع المنتخب المغربي في كأس العالم. لكن اليوم تتجه الأنظار نحو قاعة المحكمة بدل ملاعب الكرة، حيث سيواجه حكيمي أحد أصعب تحديات حياته، ليس كرياضي بل كمواطن أمام القانون. في انتظار ما ستكشف عنه جلسات المحاكمة المقبلة، يبقى الغموض سيد الموقف، بين مؤيد يرى أن القانون يجب أن يأخذ مجراه دون اعتبار للأسماء، وآخرين يصرون على براءة اللاعب حتى إثبات العكس. ومهما يكن، فإن ما هو مؤكد أن هذه القضية ستظل تطارد اسم أشرف حكيمي، وقد تغير مجرى حياته إلى الأبد.